مسمنه ديال الشحمه في الفران كتجي مورقه وزوينه، وضروري ما يكونوا عشاق ديال المسمن بالشحمه، كتجي لذيذه. تبعوا معايا الطريقه ديال الفيديو. غادي نحتاج جوج ليف ديال الفورص، ملعقه ديال الزيت، شويه الملحه، ابيض بيضه، ومعلقه ديال الخل. وغنجمع العجين بالماء اللي يكون بارد من الروبيني. غندلكوا العجينه ديالنا مزيان، حاولوا العجينه ديالكم تخليوها شويه قاصحه. من بعد ما غترتاح غادا ترخف حيت فيها الخل. وهنا غادي نغطيها وغادي نخليها جانبا. بما وجدنا الحشوه، خديت جوج بصلات مشلضين مع جوج فلفلات قطعتهم طريفات صغار، كنضيف عليهم شويه الزيت، معلقه ونص ديال التحميره، الملحه، ملعقه ديال الكمون، رويس معلقه ديال البزار. وكنشحر الحشوه ديالي مزيان حتى كطيح لينا ديك البصله والفلفله. كنضيف عليها واحد الكميه معقوله من الربيع والزيتون كحل وخضر مقطعين. وها الحشوه ديالنا بارده، غادي نخليها حتى تبرد. بعد ما كترتاح العجين كنشكلوه من 10 ديال القطع، كنخليهم يرتاحوا. هنا بالنسبه للحشوه بردات، غادا نضيف فيها الشحمه، كتبقى اختياريه. الا بغيتوا ديروا الشحمه، بغيتوا ديروا الطون، بغيتوا ديروا الكفته، اي حاجه بغيتوا ديروها مع الحشوه. هنا الا ما درتوش الشحمه، ضروري ما تسمنوا المسمن ديالكم بالزبده اللي كتكون مغليه مزيان فوق البوطه باش يجيكم المسمن مورق وزوين. بالنسبه ليا انا درت الشحمه، كندير غير شويه الزيت باش كنبسط العجين، وكنبدا كنعمر في الحشوه وكنبدا كنجمع وحده فوحده كيف ما شفتوا معايا بهذه الطريقه. من بعد ما كنبسطوا العجين ضروري ما كندهنوه، عاد كنحطوا الكارو اللي درنا قبل منه على هذا الشكل كيف ما موضح لكم الفيديو. بعد ما كنكمل المسمنه في التعمار، كناخذ جوج اللي كيبقاو ليا خاويين، كنغلفهم بهم في الاخير باش الحشوه ما تبقاش خارجه لينا. بعد ما كنكملها في الجميع كنحطها في واحد اللاطه وكنغطيها بالسلوفان وكنخليها واحد نص ساعه حتى كترتاح مزيان، عاد باش كنبسطوا العجين ديالنا. هنا كناخذ الزيت كندير فيه شويه التحميره وكنبدا كنبسط فيه المسمنه ديالي من بعد ما ارتاحت مزيان. والا بغيتوا ديروهم جوج يكونوا صغار ديروهم، كيبقى لكم الاختيار. وخديت القطعه ديال البيتزا قطعتهم دابا طريفات صغار، الا بغيتوا تخليوها حتى طيب وتقطعوها خليوها حتى طيب. ومباشره كندخلها الفران طيب، يكون سخون من قبل، شاعل من الفوق ومن التحت. ومن بعد ما كنخرجها كتجينا على هذا الشكل، كتجي مورقه وزوينه وكتجي لذيذه. ضروري ما تبارطاجيو لا فيديو مع الحباب والصحاب باش تعم الفائده للجميع.